امبارح شفت منتدى الابتكار والملكيه الفكريه من هواوي 2025. المنتدى ده مش مجرد مؤتمر لاطلاق الاجهزه الجديده بتاعت هواوي، ولكن ده اعلان لكل الاجهزه والافكار اللي هواوي اشتغلت عليها في اخر سنتين وازاي بتحميها ببراءات اختراع. وهو كانت فرد عضلاتها شويه بتقول لك احنا مش مجرد بننزل موبايل جديد، احنا بنبني المستقبل. اول حاجه عملوا حاجه اسمها ال 5G ادفانسد، اساسا ال 5G العادي اللي هو اوريدي سريع مش كافي. حاجات في الذكاء الاصطناعي، انظمه التشغيل، البنيه التحتيه للشبكات والاتصالات، واهم حاجه من وجهه نظري الاجهزه القابله للطي. لو نرجع بالزمن شويه هنعرف ان هواوي في اخر 10 سنين صرفت 1.2 مش مليون ولا بليون، صرفت 1.2 تريليون يوان صيني، وفي سنه واحده بس صرفوا 170 مليار يوان، يعني تقريبا 24 مليار دولار يعني في سنه. وده اللي خلانا نشوف حاجات من هواوي احنا ما شفناش قبل كده. حاجه مثلا زي الموبايل التراي فولد اللي حسب التايم ماجازين هو اقيم حاجه شفناها في التكنولوجيا في سنه 2024. ونظام هارمون يو اس اللي بقى اسرع كتير وبقى فيه فيتشرز سكيورتي، زي مثلا انك تقدر تقفل الموبايل اللي هو يقدر ياخد سكرين شوت جوه ابلكيشنز معينه. انت مثلا ابلكيشن البنك ما ينفعش تاخد فيها سكرين شوت، تقدر انت تقفلها. وفي مجال الشبكات عملوا الجيجا جرين نتورك بتكون متوفر 30% عن النتوركس العاديه. ده غير في الذكاء الاصطناعي عمل حاجه اسمها AI سوبر بود، عباره عن 384 بروسيسور مربوطين ببعض بيعملوا مهام تطور من الذكاء الاصطناعي الخاص بهواوي. واخر حاجه اطلقوا منصه اسمها تشات سبارك بيتنت. دي منصه متسجل فيها اكتر من 200 مليون براءه اختراع بتساعد الناس ان هي تكون اوبن. من حقك انك تشوف براءات الاختراع الموجوده في السوق وتستكشفها من غير ما تكون مجتمعات منغلقه على نفسها بتعمل لك براءة اختراع ما ينفعش تستخدمها، مش عارف ايه ما ينفعش تستخدمه. الخلاصه بتاعت كل الكلام ده، هواوي مش بتنزل موبايل جديد، هواوي حرفيا بتشيب المستقبل اللي احنا هنتكلم فيه وهنشوفه كتكنولوجيا خلال كام سنه اللي جايه.